في عام 1945 عين السوفيات كيم إل سونغ أمينا عام لفرع الكوري الشمالي من حزب الشيوعي الكوري، وهنا أسس كيم جيش الشعب الكوري واللي ارتبط بالحزب الشيوعي باش يعزز السلطة ديالو. وفي عام 1948 أعلن كيم إل سونغ عن تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وعاصمتها بيونغ يانغ، وقام الاتحاد السوفيتي بالاعتراف بالدولة الجديدة وبالنظام ديال كيم إل سونغ في كل كوريا بما فيها الجزء الجنوبي، الشيء اللي رفضته كوريا الجنوبية والغرب بشكل كبير، لكن كل شيء يتبدل في عام 1950. في 25 من يونيو عام 1950 غزات قوات من كوريا الشمالية كوريا الجنوبية بأمر من كيم إل سونغ، الشيء اللي أدى لسقوط سريع لعاصمة كوريا الجنوبية سيول. لكن ومع تدخل قوات أممية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استطاع الجنرال ماك آرثر إعادة الانتصار لكوريا الجنوبية والدخول في أراضي كوريا الشمالية